السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جاية لكم أكلة جميلة جميلة جميلة، بس كمان مغذية ومفيدة للأطفال والكبار. حلوة في الشتاء اللي احنا فيها دي، الدفي، وكلها فيتامينات وكلها جميلة والله. دول قطعتين صدور بتاعت فراخ، قطعناهم زي ما شفتوا، حطينا معلقة زبدة، شوحناهم فيهم دقيقة أو دقيقتين كده، وبعدين دي القرنبيطة بتاعتنا الجميلة هناخد أقل من نصها، قطعناها زي ما حضراتكم شفتوا. بعدين هنشوحها برضو مع الفراخ دقيقة، برضو مش هنطول، هي دقيقة بس، غسلاها طبعا. هنشوحهم دقيقة برضو كلهم مع بعض. دولت 5 فصوص توم أو 6 كده كبار، دقيناهم ننزل ونشوح برضو. هنقلبهم حبة كده وننزل بالطماطم بتاعتنا الجميلة. دي بطاطساية واحدة بس كبيرة، بصوا بقى شكلها جميل ازاي، والفوائد بقى والطعم مش عايزة اقول لكم، مفيدة بقى ومغذية. بصوا دي بقى ايه، برضو بتنجانية صغيرة، هنقطعها مكعبات، غسلاها ومقطعها مكعبات. شوفوا بقى الفوائد بتاع القرنبيط وفوائد البتنجان وقطعتين الصدور بتاع الفرخة، وما شاء الله بقى ايه. ودي التوابل بتاعتنا: ورق اللورو، فلفل اسمر، كمون، كركم، وحبة بهارات. الريحة بقى اول ما حطيت التوابل والملح، ودي هنحط كوباية مية ونسيبها بقى ونوطي عليها النار 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، هتلاقيها راحت زبدة كده زي الهريسة. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، مش عايزة اقول لكم على طعمها بقى وريحتها جميلة جميلة. بصوا بقى خلاص استوت، وبغرفها ايه معاكم. العيال بقى لو ما بيحبوش القرنبيط هياكلوه بالطريقة دي وياخدوا الفوائد بتاعته. في عيال كتيرة ما بتحبش القرنبيط، ليه ما ناخدش الفوائد بتاعته؟ بيعلي المناعة. بصوا بقى عاملين حبة رز جنبيها جميلة، وحبة سلطة. تاخدي بقى بالمعلقة، بصوا بوريكم جميلة ازاي. تاخدي بقى بالمعلقة وتاكلي بقى مع الرز والسلطة، أكلة كلها فوائد. ويا رب تعجبكم، وهي تعجبكم ان شاء الله. ولو عجبتكم اعملوا لنا لايك واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.